السلام عليكم. هذا اسمه أحمد بن محمد الزوي، عنده أخت اسمها فاطمة، معاقة ذهنيا وجسديا. في سنة 2015 أحمد هذا كان عمره 9 سنين أو 8 سنين تقريبا. اللي حصل يا جماعة إنه كان في واحد في الحي اسمه عبد الله، وحاشا أن يأخذ من اسمه نصيب لأنه هذا عبد الشيطان ما هو عبد الله. هذا عبد الله إيش سوى؟ كان يتمشى في سيارته في الحي، شاف أخت أحمد قاعدة أمام بيتها، أول ما شافها أخذها ودخلها سيارته بالغصب وداها لشقته. طبعا عشان أوضح لكم كمية بشاعة الموقف، إنسان متزوج وعنده أطفال، تخيلوا معي الموقف هذا. وداها للشقة، اغتصبها واعتدى عليها، ثم رجعها لجنب بيتها كأنها غرض، استأجرها من دكان ووداها ورجعها. يعني شوفوا كمية البجاحة والوقاحة يا ناس. انت هذه من كمية الصدمة جلست تبكي لحين ما خلصت دموعه. امها تسألها مالك، ايش في بك، مالك، وحاولت تشرح لها وشرحت لها كل حاجة. وبعد ما شرحت لها القصة وشرحت لها كل شيء، الام اتصلت على رجال الامن. رجال الامن على طول راحوا اخذوا عبد الله وحققوا. بعد التحقيقات اكتشفوا انه فعلا اغتصبها واعتدى عليها. ايش سووا رجال الامن؟ دخلت القضيه للمحكمه وتم الحكم على عبد الله بحكم يبرد القلب. تخيلوا ايش الحكم يا جماعه على انسان مغتصب، يعني انسان مغتصب واعتدى على بنت واغتصبها وضربها والبنت حامل. ايش تتوقعوا الحكم؟ الحكم يا جماعه بشركم الحكم كان كبير جدا، وهو 6 شهور ويخرج. كيف 6 شهور؟ عادي يروحوا يغتصبوا بنات الناس، وهذه الا 6 شهور. اغتصب اي واحده بالشارع و6 شهور وتخرج من السجن. هذه شريعه. القاضي درس، القاضي خريج اعداديه، عادي ما فيها شيء. هو خريج اعداديه وعنده شهاده بجداره معتمده من وزاره النجاره. الشهاده هذه. المهم ما اعلن من القاضي، الله لا وفقه لا دنيا ولا اخره، ما اعلن منه. اللي حصل يا جماعه بعد ما خرج من ال6 شهور هذه من السجن، ايش صار؟ خرج ما اكتفى باللي عمله والجريمه اللي عملها كلها، ما اكتفى فيها ابدا. ايش سوى؟ بعد ما خرج قعد يشوه سمعه البنت ويشوه سمعه عائلتهم، عائله بسيطه ومسكينه متواضعه وحالتهم حاله، الى ان وصل لمرحله فرعون. ايش هو مرحله فرعون هذه؟ راح لعند اخو البنت، قال له ادخل جيب لي اختك بروح اكمل انا وهي شهر العسل ونرجع. اخ من لما كان عمره 8 سنين ما نسى الموقف ولا نسى وجه عبد الله عبد الشيطان هذا. دخل وجاب بندقه على طول، خرط البندق ورمى عليه للارض. الرصاصه جت على برميل ورجعت لرجل عبد الله. اخذوا عبد الله اسعفوه بالمستشفى، جلس يومين بالمستشفى وتوفي بخطأ طبي يعني، ولكن مات بخطأ طبي، والله الله يرحمه. المهم ايش حكموا على احمد هذا يا جماعه؟ ايش تتوقعوا حكموا عليه؟ 6 شهور. لا 6 شهور ايش، من 6 شهور اقل. حكموا عليه اعدام. فاسالك بالله يا قاضي، سالتك بالله، اسالك بالله، هل انت اللي حكمت على المغتصب والمعتدي 6 شهور تحكم على انسان قاعد يدافع على شرفه باعدام؟ ويا ريت قتله متعمد. اتمنى من الحكومه ان تنظر لامر هذا الرجل، وانا لا اقول رجل عبث، نعم بنظر كل يمني هذا رجل. نطالب من الحكومه ان تنظر لامر هذا الرجل بعين الاعتبار. سلام.